ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وبسعادة يا رب. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما انتم شايفين طبعا يومكم كله طاقة ايجابية. الاول زي ما انتم شايفين طبعا البامية المدمعة ديت الجميلة، بامية امهاتنا، ربنا يخليهم لنا ويدوم الصحة يا رب. احلى بامية ممكن تاكلوها هي البامية بتاعت زمان، اللي في الحلة كده، حلة بامية باللحمة، بجد جبارة يا جماعة وخطيرة. والبامية بجد طعمها حلو قوي، وبجد بسيطة بس طعمها حلو. بامية أمهاتنا وستاتنا كده، جداتنا بتوع زمان. واللحمة بقى الدايبة اللي جواها بجد أكلة خيال، والرز المفلفل الجميل. بجد كل ده هنعمله مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة. ولو انت كده ايه عروسة جديدة وعايزة تعملي بامية باللحمة، هتكوني ان شاء الله محترفة فيها وهتعمليها ان شاء الله جميلة جدا وهتعجبك والله. يلا بينا نشوف الطريقة على طول يا أماراتي حلوين. زي ما انتم شايفين طبعا معايا اهم حاجه تكون حله على النار كده، تكون واسعه، وتكون ميه بتغلي. ضروري يا جماعه تكون بتغلي. طبعا اي كميه لحمه، يعني ده كده اقل من كيلو لحمه بحاجات بسيطه. طبعا اللحمه شطفه واحده بس، شطفه من مكان ايد الجزر. سوري صوتي تعبني. مكان ايد الجزار. زي ما انتم شايفين. وبعد كده هنزل بيها بقى اللحمه في قلب الميه المغليه. وبعد كده هنزل بالتوابل. معايا نص معلقه بابريكا، ونص معلقه شطه، ومعلقه صغيره 7 بهارات، ونص معلقه فلفل اسود او ربع. يعني انا كان عندي فلفل اسود خلصان فحطيت ربع، و3 ورق رولي زي ما انتوا شايفين. ومعايا بقى بصله وسط متقطعه 4 ارباع زي ما انتوا شايفين بسيط. لو عندك جزر انزلي بنص جزرايه. ودي نص معلقه سكر صغيره لو على اللحمه بتاعتك كبيره. انا عشان اللحمه اللي عندي كبيره بتطول، فبحط لها نص معلقه سكر عشان تستوي بسرعه. طبعا هي اللحمه كده كانت في المرحله دي كانت خلاص استوت، فانا ايه وقفت بقى عشان اعمل التسبيكه بتاعه الباميه. نزلت كده بنص معلقه من السمنه كده مليانه زي ما انتوا شايفين. وهنزل ببصلايه كده متقطعه مكعبات، بصلايه وسط متقطعه مكعبات، وهنزل بيها على السمنه زي ما انتوا شايفين. بسم الله. وبعد كده بقى نقلبهم كده ونشوحهم مع بعض لحد كده ما يدونا كده لون اصفر او بامبي كده فاتح زي ما انتوا شايفين. طبعا بتكوني في المرحله دي تكوني طبعا معصره الطماطم ومجهزاها، مش تقفي تعملي البصله وتسيبي الطماطم. طبعا البصله هتتحرق منك. طبعا تكوني مجهزه الطماطم معصوره جنبك زي ما انت شايفه. بقعد اقلبها كده شويه. بس تعالوا نشوف اللحمه طبعا مع ايه. هي اللحمه كده خلاص استوت. احنا بنسويها عادي، بنحطها برضو مع الباميه تاني، بتبقى خيال بقى ولحمه دايبه زي ما انتوا شايفين. طبعا هي الحته دي ملبسه جدا يا جماعه، فعشان كده ما اتقطعتش معايا بالمعلقه. فانا هجيب لكم حته تانية تتقطع بسهوله جدا. هي اللحمه استوت والله، بس هي الحته دي كانت عايزه ايد، يعني انت عايزه تشديها بايدك كده. هي دي مش عايزه معلقه، كانت ملبسه جدا. يعني انا حتى هجيب لكم حته دلوقتي مجرد ما هنزل عليها بالمعلقه. بصوا ما شاء الله اللحمه دايبه، يعني زي ما انتم شايفين خلاص، يعني هي استوت. هي قعدت ساعتين ونص على النار عشان دي لحمه كبيره. هي لو لحمه طبعا صغيره مش هتكمل نص ساعه او ساعه الا ربع معاكي. طب استوت بقى خلاص، هنزل عليها بنص معلقه ملح وربع معلقه ملح اللي هي المعلقه الكبيره. دي كميه الشوربه طبعا اللي قدامكم. لو الكميه طبعا اكتر بتزودي شويه كمان بسيطه، يعني ممكن تزودي ربع معلقه ملح كمان. طبعا خلاص هسيبها برضو تغلي كده ايه، 5 دقايق كده مع النار او 10 غلوات كده، واطفي عليها مع الملح عشان تاخد طعم مع الملح. طبعا البصله كده زي ما انتم شايفين ادتني لون بامبا كده، قعدت اقلبها لحد لون بامبا. ده نص كيلو من الطماطم زي ما انتم شايفين، معصوره كوبايه ميه، معصوره كويس زي ما انتم شايفين. ونزلت بيها ورجيته برضو بنص كوبايه ميه كده. رجيت شويه الطماطم دول، ما بنحبش نرميهم، دي حركه امهاتنا ربنا يديهم الصحه. طبعا معايا معلقه ونص 7 بهارات، نص معلقه بابريكا، نص معلقه شطه، ربع معلقه كزبره، ربع معلقه فلفل اسود او نص معلقه ونص ماجي، ربع معلقه كمون. طبعا يا جماعه هو المفروض الفلفل الاسود نص معلقه، بس هو كان الفلفل الاسود عندي قليل زي ما انتم شايفين. طبعا البابريكا كمان يا جماعه بتدي لون حلو قوي للطبيخ، بجد بتدي له لون حلو قوي. دي بقى كده ايه الباميه دي كده بتاعت امهاتنا. طبعا معانا ربع معلقه من السكر كده صغيره، بتعادل الحموضه وبتخلي الطبيخ كده مظبوط معاكي. وهنقلب بقى كل المكونات دي مع بعض. طبعا انا ما نزلتش بملح لاني لسه هنزل بالشوربه، فانا حاطه ماجي، حاطه معلقتين سوري ماجي، مش معلقه ونص كمان. فطبعا كتير كده ان انا انزل كمان بملح هتحدق مني الباميه.
فزي ما انتوا شايفين طبعا خلاص طفيت على اللحمه بقى. هنشيل بقى اللحمه من الشوربه كلها واحطها في قلب الصلصه زي ما انتوا شايفين. بصوا ما شاء الله تبارك الله، حاجه كده نظيفه وحاجه كده جميله. طبعا ما بقى وصلنا لحد هنا، ولو الوصفه عجبتكم يا امارات يا حلوين اوعوا تنسوا اللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من وصفاتي الاقتصاديه. زي ما انتوا شايفين طبعا انتوا عارفيني طبعا، والناس اللي متابعيني من زمان طبعا نزلت باللحمه كده مجين شوربه كده 3 مجات. كده 4 مجات شوربه زي ما انتوا شايفين طبعا. نزلت كده ب4 مجات من الشوربه، مش خفيفه يا جماعه ما تقلقوش، هي كده كويسه جدا. لسه طبعا لما تتسبك والكلام ده تبقى حلوه. انا مش بحب احط طماطم كتير عشان ما تبقاش كده ايه الباميه تجزع النفس من الطماطم اللي فيها. ده نص كيلو من الباميه طبعا غسلته كويس جدا 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 من اي حاجه، وبتنفضيه كده بالمصفى زي ما انا وريتك كده، ترفعيه لفوق وتنزليه اي حاجه مش كويسه في الباميه او اي ميه بتتصفى منها، تكوني حطاها في مصفى طبعا، تكوني حطاها في مصفى وتحتيها طبعا عشان لو اي ميه تنزل منها. طبعا بتجيبي سكينه وبتقمعي الباميه. الطريقه سهله زي ما وضح قدامكم كده، بتلفي بالسكينه من تحت لفوق، تديكي المنظر كده الحلو كده الجميل. لو قابلتك لو قابلتك اي باميه كده صغيره قوي مش لازم تقمعيها كده، شيليها على طول، شيلي الحته كلها لان فعلا تبقى صغيره قوي هتغلبك. اما لو وسط زي الباميه دي كده فقمعيها زي ما انا بعملها، سهله وبسيطه خالص، وبتشيلي الحته الصغنونه اللي تحت. طبعا انا قمعت كل كميه الباميه، بس طبعا ايه ما كنتش شغلت على الصلصه لاني كنتش لسه قمعت الباميه. هو المفروض نقمع الباميه الاول، بس اليوم ده انا كنت فيها ورايا كذا حاجه يعني، فايه ما كنتش يعني فاضيه اللي انا ايه اقمع الباميه الاول. طبعا الصلصه انا لسه مولعه لها دلوقتي، وهنزل كده بالباميه. طبعا هسيب الصلصه تتسبك مع نفسها، انا طبعا ايه كنت عايزاها تشتغل مع الباميه، كل المكونات تشتغل مع بعضها زي ما انتوا شايفين طبعا. وهنزل بقى دول كده ايه 4 فصوص توم وسط مدوقين كده في المدق كده زي ما انتوا شايفين، او في التوم اللي انت مخزناه مثلا نص معلقه من التوم مش مليانه قوي. ومعانا كده معلقتين من الفلفل الاخضر اللي هو الرومي او الفلفل الاحمر اللي انت تحبيه. لو بتحبيه بقى الباميه تكون سبايسي كده تقدري تحطي طبعا الفلفل يكون حامي، ممكن تحطي معلقه حامي ومعلقه بارد. وطبعا بتغطيها وتسيبيها بقى لحد ما تستوي، طبعا على نار عاديه ولا هي نار عاليه جدا اللي هي اصل في عين عندي عاليه جدا، ولا النار اللي هي الصغنونه العين الهاديه، لا عادي نار عاديه جدا. بتسيبيها طبعا الباميه مش بتحب النار الهاديه يا جماعه، خلي بالك من المعلومه دي، يعني ما تسيبهاش على نار هاديه. الباميه بتحب نار عاليه عادي، البسله هي اللي بتحب نار هاديه. زي ما انتوا شايفين طبعا استوت، هي ما كملتش نص ساعه ما شاء الله، كانت خلاص كده حلوه. وبصوا زي ما انتوا شايفين الدمعه فيها جباره وشكلها يعني يفتح النفس. طبعا انا دقتها لقيتها مش محتاجه ملح لان الشوربه اصلا كانت فيها ملح، انا كده طفيت عليها خلاص. وكمان ما تنسوش اللي احنا حاطين ماجي. تعالوا بقى نعمل الرز، ده رز بلدي مصري زي ما انتوا شايفين طبعا. هنزل كده بنص كيس الرز او اكتر بشويه، يعني كده يعتبر عملت قيمه كوبايتين ونص من الرز المصري زي ما انتوا شايفين كده. اخدت كده اقل يعني ازيد من نص شويه، من نص الكيس شويه، يعني يعتبر مجين ونص. طبعا الرز نقيته ما فيهوش اي حاجه، الرز نضيف ما فيهوش حاجه، لو في اي حاجه مش نضيفه شيليها. وطبعا اغسله غسلتين بس يا جماعه، هو حلو كده انزل منه اي نشا او اي حاجه. في طبعا اكياس رز بتبقى في السوبر ماركت مكتوب عليها مغسول، ده طبعا انا كنت بجيبه كده من فتره كده وكان حلو قوي، وده برضو حلو، ده بيمشي وده بيمشي. في حبات رز انا بحبها جدا يا جماعه، الحبايه اللي هي المكببه بجد حبايه جميله جدا زي ما انتوا شايفين. طبعا هشطف برضو الرز شطفه كمان. خلاص كده وصفيه من الميه بقى تمام كده بقى قمر كده. معانا بقى حله على النار تكون سخنه كده، وتنزلي فيها بمعلقه كده سمنه ونص معلقه، يعني معلقه ونص من السمنه، او مثلا زبده وعليها معلقه زيت، وممكن زبده بس عادي، يعني انت كده كده عامله رز ابيض
مش هتشوحي كتير والزبده تتحرق منك. زي ما انت شايفه طبعا. ونزلت بالرز بعد ما صفيناه كويس من الميه، هنزل بيه كده على السمنه لما ساحت، عشان نشوحه كده كام تشويحه مع بعض. طبعا قبل ما نشوح كده ننزل بالملح بالمره، بس ايه نقلب بمعلقه خشب، عشان يا جماعه ده طبعا دي تيفال وبتتجرح، هي اصلا متجرحه خلقه يعني زي ما انتوا شايفين طبعا. هجيب بقى الملح معايا، نص معلقه صغيره ملح، ونص كمان كده، نصين ملح وربع كمان، يبقى نصين وربع من المعلقه الصغيره. وانزل بيهم على الرز واقلب لحد كده ما اشوح الرز مع الملح، اشوحهم كده تشويحه كويسه مع بعض زي ما انتوا شايفين. معايا بقى الميه، مجين من الميه الحنفيه عادي زي ما انتوا شايفين. طبعا بيفرق الميه المغليه ايه من الميه في الحنفيه. اللي هي الميه المغليه مجرد ما انت بتنزلي بالميه المغليه الرز بيخش في الغليان على طول، بس عادي الرز بيطلع مفلفل ولا في اي حاجه. طبعا نحتاج نص كوبايه ميه كمان. زي ما انتوا شايفين الرز بيبقى متغطي يا جماعه، يعني فوقيه حاجات بسيطه جدا متغطي زي ما انتوا شايفين، هو كده مظبوط. وطبعا يا جماعه برضو من نجاح الرز انك تعمليه في حله واسعه، ما تكونش حله صغيره. وطبعا سيبته كده لحد ما اتشرب تماما تماما، لحد ما اتشرب تماما كده. فقمت وطيت عليه لمده 10 دقايق، وبعد كده بقى طفيت عليه، وبألف هنا وشفا بقى. كلي احلى رز. طبعا لما بتوطي عليه بتغطيه تاني، ما تسيبوش متعري وانتي موطيه عليه، لمده بس 10 دقايق هتلاقي تاكلي احلى رز في حياتك، مفلفل وطعمه بجد جبار. انا بحب الرز الابيض بصراحه يا جماعه، بيبقى طعمه حلو قوي وبيتاكل حاف من كتر حلاوته. زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله تبارك الله، حاجه كده نضيفه وحاجه كده جميله. ايه الجمال ده، الرز مفلفل وجميل وكده، وحاجه كده جباره بجد. تعالوا بقى نغرف الباميه. زي ما انتوا شايفين الباميه طبعا ملحقش تبرد، لان الرز اصلا عامه مش بياخد وقت يعني. المفروض في قرب الباميه كده ما تستوي المفروض نعمل الرز، بس انا كنت اليوم ده مشغوله جدا، كان ورايا يعني كذا حاجه يعني. زي ما انتوا شايفين طبعا نغرف بقى الباميه. ما شاء الله تبارك الله، حاجه كده جميله بصراحه. بصوا منظر الباميه يعني مع الرز يقطعوا القلب بجد يا جماعه. ايه المنظر الجبار ده، الباميه بقى المدمعه الجميله ديت مع اللحمه الدايبه مع الرز المفلفل، بجد احلى غدا ممكن تاكلوه النهارده، بجد غدوه جباره يا جماعه. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله تبارك الله، الرز مفلفل والباميه جميله جدا. بصوا الباميه دايبه ازاي وجميله ازاي، بسم الله ما شاء الله. شويه باميه اقسم بالله تاكلي صوابعك وراهم. طبعا بقى اعصري بقى عليها نص ليمونه وقلبيها كده، بجد خيال يا جماعه، نص ليمونه مع الباميه تديها طعم حلو قوي. زي ما انت شايفه طبعا اللحمه هي دايبه دوب وجميله جدا، طعمها بجد واخد من طعم الباميه، طعمها بجد حلو قوي اللحمه يا جماعه، بجد لازم تجربوا اللحمه ديت والباميه.